عاملين ايه؟ اهلا بيكم في فيديو جديد. والنهاردة بقى بنصور من داخل قلعة قايتباي في اسكندرية. هندخل مع بعض متحف الاحياء المائية. صورنا قبل كده في متحف الاحياء المائية المحنطة، وشفت قد ايه عجبكم الفيديو. وطبعا بناء على طلب استاذة ندى الفيديو ده مخصوص عشان حضرتك. بنصور دلوقتي من داخل قلعة قايتباي، وهندخل مع بعض متحف الأحياء المائية، وهنتفرج على أنواع السمك النادرة اللي موجودة داخل المتحف. وهنعرف دلوقتي كل التفاصيل وسعر تذكرة الدخول. بس قبل ما نبدأ الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس على الكل عشان يوصل لكم كل جديد. وما تنسوش تضغطوا لايك للفيديو. قناتنا خاصة بكل مشروعات اسكندرية وشواطئها، وكل حاجة تخص اسكندرية هتلاقوها موجودة على القناة. شايفين بقى قلعة قايتباي بعد إزالة جميع الأشغالات اللي كانت موجودة داخل القلعة قد إيه القلعة نضيفة وجميلة. طبعا اللي أمامنا ده كده قلعة قايتباي. بالنسبة بقى لسعر تذكرة دخول قلعة قايتباي 60 جنيه، وللطلبة 30 جنيه. في أماكن كتير جدا داخل قلعة قايتباي تنفع للخروج والفسح، زي بقى متحف الأحياء المائية المحنطة اللي شفنا فيه أول مرة هيكل عروسة البحر. وفي معظم الناس مش بتصدق بعروسة البحر، لكن لما شفنا الهيكل العظمي بتاعها صدقنا ان في فعلا عروسة البحر، ولكن مش زي ما بتطلع بقى في أفلام الكرتون. شكلها طبعا مش لطيف يعني. وشفنا كمان أكبر حوت محنط داخل برضو متحف الأحياء المائية المحنطة. ودلوقتي بقى هندخل مع بعض دلوقتي متحف الأحياء المائية ونتفرج بقى على الأسماك، ولكن دي أسماك حية مش محنطة ولا أي حاجة. لو لسه ما شفتوش فيديو متحف الأحياء المائية المحنطة هتلاقوه موجود على القناة. هنا كده احنا وصلنا وهندخل مع بعض دلوقتي المتحف ده. كده متحف الأحياء المائية، دي البوابة بتاعته. هندخل دلوقتي مع بعض وهنشوف بقى أنواع أسماك نادرة جدا، يعني مش من مصر. وكمان في السلحفة اللي هي بتكون موجودة في المية، السلحفة المائية. كده دخلنا داخل متحف الأحياء المائية زي ما حضراتكم شايفين. دي بقى مجموعة من الأسماك أمام حضراتكم جميلة جدا. في كمان سلحفة، بصوا سلحفة مائية. طبعا المتحف هنا تم بناؤه في سنة 1930، وزي ما حضراتكم عارفين هو موجود بداخل قلعة قايتباي. موجود بقى في أنواع أسماك كتير جدا هنشوفها مع بعض دلوقتي. زي ما صورنا بقى مع بعض متحف الأحياء المائية المحنطة، وشوفنا أنواع كتير جدا من الأسماك والحوت اللي كان طبعا محنط، وعروسة البحر. أسماك كتير جدا وأنواع كتير جدا من الأسماك والكائنات البحرية. لو لسه مشفتوش الفيديو هتلاقوه موجود على القناة. طبعا بالنسبة ان احنا دلوقتي في فصل الخريف وداخلين على فصل الشتاء، زي بقى ما عرضنا مع بعض كده خروجات الصيف وفسح طبعا اسكندرية في الصيف، هنعرض مع بعض برضو فسح اسكندرية في الشتاء. ومن اهمها المتاحف اللي موجودة في اسكندرية، بتبقى فسحة جميلة جدا وخصوصا للاطفال وبرضو للكبار. يعني المتحف هنا مش بس يعني فسحة ونتفرج على الاسماك وخلاص، لا كمان بيدينا معلومات قيمة جدا، ونقدر كمان نعلم الطفل المعلومات دي بطريقة سهلة وسلسة، عن طريق بقى ان هو بيتفرج على اسماك جميلة. نقدر نقوله انواع الاسماك دي وبتعيش فين، وانهي بحر بالظبط اللي بتعيش فيه السمك ده. كمان هنشوف مجموعة كبيرة جدا من الأسماك ممكن نكون أول مرة نشوفها، وهنعرف دلوقتي كل التفاصيل. بصوا هنا أنواع السمك الغريب ده اللي شبه التعابين، شكله غريب جدا وتقريبا أول مرة نشوفه. فالأطفال كمان كان في زحمة كتير جدا في المكان، كل الأطفال منبهرة جدا بالأسماك اللي بتتفرج عليها. يعني فسحة بتكون حلوة جدا ولذيذة وتغيير عن فسح اسكندرية اللي بنشوفها. بصوا الأسماك الحلوة دي شكلها غريب جدا واول مرة نشوفها تقريبا، يعني انا مشوفتش انواع السمك ده قبل كده.
عاجبني كمان التنوع في ديكور الحوض، يعني مش بس شوية سمك هنا وخلاص، لأ بصوا تنوع في الديكور كمان، تحس ان انت فعلا في قاع البحر، كأنك دخلت رحلة بحرية طبعا تحت في قاع البحر، وتتفرج بقى على انواع اسماك اول مرة تشوفها. فالموضوع حلو جدا وممتع. بتشوف بقى ايه، بتمشي على طول المتحف كده، تتفرج بقى على جميع انواع الاسماك والسلاحف المائية. فطبعا مغامرة حلوة جدا، بجد انصحكم تجربوها لو انتم خارج اسكندرية وجايين بتدوروا على فسحة حلوة. المكان ده حلو جدا، موجود في قلعة قايد باي، اسمه متحف الأحياء المائية. وطبعا برضو في متحف تاني كنا صورناه مع بعض، متحف الأحياء المائية المحنطة. الفيديو على القناة عشان يعني تكونوا دخلتوا المتحفين، فهيعجبكم جدا. حبيت بقى اخدكم في فسحة جميلة جدا في متاحف بقى اسكندرية. خلاص كده احنا طبعا شواطئ اسكندرية بمجرد ما ودعنا المصيفين، فالشواطئ خلاص بقت هادية. برضو بنصور فيها من وقت للتاني، وبرضو بنصور في مشروعات اسكندرية. والنهاردة بقى حبيت يكون في تغيير عن معظم فيديوهات اللي انا بنزلها، يكون في مغامرة حقيقية جميلة تستمتعوا بيها زي ما انا استمتعت بيها مع حضراتكم. الاجواء جميلة جدا. بصوا كل حوض ليه شكل مختلف، وفي مجموعة نادرة من الاسماك. على فكرة الاسماك دي مش من مصر، الاسماك دي من معظمها من دول افريقيا وامريكا. هنشوف كل ده دلوقتي بالتفاصيل. كل مجموعة من الاسماك ليها يافطة خاصة بيها، بتقولك انواع السمك ده ايه بالظبط وبيعيش فين. فكل ده هنعرفه دلوقتي مع بعض من خلال الفيديو. بصوا دي مجموعة تانية جميلة جدا من انواع الاسماك، برضو يعني انا اول مرة اشوفها. مجموعة جميلة وحلوة جدا. بصوا شكل السمك يعني تحفة. فالمكان كده عبارة عن تحفة فنية، بيجمع ما بين كل الكائنات البحرية او معظمها. السمك اللي امام حضراتكم ده اسمه سمك الببغاء. هو اسمه كده وشكله حلو جدا، ومتوسط طول السمكة دي حوالي 35 سنتيمتر، وبتوصل لغاية 50 سنتيمتر. السمك ده بقى موجود في البحر الأحمر وخليج عمان والمحيط الهندي. شايفين بقى منظر السمك حلو قوي وملون كده، فشكله جميل جدا. وده تقريبا تعبان البحر. طبعا الأسماك في متوسط وكبير وصغير، مجموعة كبيرة جدا من الأسماك داخل المتحف. هنا بقى السمك ده اسمه سمكة الفراشة، موجودة برضو في البحر الأحمر. يعني حتى أسماء الأسماك دي أول مرة نسمع عنها، سمكة البغبغاء وسمكة الفراشة، احنا منعرفش الأسماك دي. بس طبعا احنا بنتعلم زي ما حضراتكم برضو بتشوفوا معانا وبتتعلموا. والأطفال طبعا اللي بيزوروا كمان المكان هنا بيتعلموا. يعني لو لاحظتوا هتلاقوا طول الفيديو هتسمعوا صوت أطفال، في أطفال كتير جدا في المكان، والمكان كان زحمة جدا. هنا ده سمك اسمه سمك وقار. السمك ده بيعيش في شرق المحيط الأطلسي والبحر المتوسط. السمك اللي أمام حضراتكم ده اسمه سمك الوقار. بالنسبة بقى لسعر تذكرة الدخول، بتكون 30 جنيه للفرد، وسعر تذكرة الدخول للأطفال أقل من 6 سنين 10 جنيه، وسعر تذكرة الدخول للأجانب 100 جنيه. طبعا المكان هنا بيكون فيه سياح كتير جدا، مش بس للمصريين، لا في أجانب كمان بيزوروا المكان هنا. السمكة دي بقى لفتت انتباهي قوي عشان عجبتني شكلها حلو جدا. هي اسمها سمك الخفاش. ده بيعيش في البحر الأحمر وشرق أفريقيا، ومن شمال إلى جنوب اليابان، ومن جنوب إلى شمال أستراليا. فشكله حلو جدا وعجبني منظره يعني تحفة. والألوان كمان بتاعة السمك عجبتني جدا. بصوا المنظر حلو قوي بجد، السمك شكله جميل جدا. ومعلومات جديدة أول مرة أسمع عن سمك الخفاش. شايفين بقى الأطفال موجودة في كل مكان، بيستمتعوا طبعا بأجواء المتحف الأحياء المائية. السمك ده بقى اسمه جاكوار، وبيعيش في أمريكا الوسطى،
وطوله حوالي من 55 سنتيمتر ل 63 سنتيمتر. دي كل المعلومات اللي موجودة على اللوحة. طبعا ده شكل كده السمك، اسمه سمك جاكوار. وطبعا برضو ديكور الحوض مختلف زي ما قلنا، كل مجموعة من الأسماك ليها شكل لديكور الحوض بتاعها، فالأجواء حلوة جدا وممتعة. الجميل في المكان هنا ان مش بس بنتفسح وبنتفرج على مجموعة من الأسماك أول مرة بنشوفها، لا كمان بنعرف معلومات عن كل الأسماك اللي احنا شايفينها، وكمان مكتوب لوحة بكل المعلومات دي. فالموضوع مش بس خروجه وخلاص، ده كمان يعني بيقدم لنا معلومات تفيدنا وتفيد أولادنا. فالموضوع حلو جدا. لو لسه مزورتوش المكان زوروه، هيعجبكم جدا. وعن تجربة، بصوا المنظر حلو جدا، وكل شوية مجموعة أسماك جديدة وأشكال جديدة من الأسماك. وهنعرف برضو دلوقتي مجموعة الأسماك اللي أمامنا دي اسمها ايه وبتعيش فين. الأسماك دي اسمها سمكة رد، بتعيش في المية العذبة وبتتواجد في المناطق الصخرية، وبيتراوح حجمها من 10 ل 15 سنتيمتر. موجودة بقى في بحيرات ملاوي وأفريقيا. ديكور الحوض ده عجبني قوي، شكله حلو قوي، وحسيت فعلا انه كأنه قاع بحر بجد. بصوا منظر حلو قوي. كمان في أسماك كده صخرية مش حقيقية يعني. شكل الديكور جميل جدا وعجبني. اللي أمامنا دي اسمها أسماك ذهبية، وبتعيش في المية العذبة، وبتتواجد في الصين وآسيا. شكلها حلو جدا، بصوا. وبرضو الديكور جميل جدا ومختلف. بصوا ألوان السمك، لونه أورنج، لونه حلو جدا. لو وصلتوا لحد كده ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس على الكل عشان يوصلكوا كل جديد، وما تنسوش تضغطوا لايك للفيديو. في ناس متابعانا ما تعرفش حاجة عن متحف الأحياء المائية، وغالبا بتكون من خارج مصر. فكده أنا بعرفكم على تاريخ بلدنا والمعالم الموجودة في مصر. وفي كمان ناس بتكون من خارج المحافظات أصلا ما تعرفش برضو حاجة عن متحف الأحياء المائية. فتابعوا الفيديو هيعجبكم جدا. طبعا اللي أمامنا ده سمك جميل جدا، وبرضو مجموعة نادرة من الأسماك اسمه سمكة أوسكار، ودي موجودة في محيط أمازون وجنوب أمريكا والخليج المكسيكي. وبرضو هتلاقوا موجودة لوحة فيها كل المعلومات عن السمك. بصوا بقى مجموعة الأسماك الجميلة قوي دي، عجبتني جدا. لونها أبيض كده، وفي الديل لون بينك، في شكلها تحفة قوي بجد. المكان هنا روعة، بيوريكوا مجموعة أسماك عمرنا ما شفناها قبل كده. جميل جدا. هنا بقى دي سمك اسمها كوبالت بلو سكيلت، من الأسماك العذبة، وبتكون موجودة في المناطق الصخرية، وأقصى طول 8 سنتي. موجودة في بحيرات ملاوي وأفريقيا. شايفين قد ايه شكل السمك جميل جدا، وكمان برضو الديكور روعة قوي. الأسماك اللي هي مش حقيقية دي اللي موجودة في الديكور حلوة قوي. بصوا شكل السمكة جميلة جدا ازاي. المكان كله بصراحة حلو قوي. لسه كمان هنشوف سلاحف مائية تانية غير اللي شفناها، برضو هتعجبكم قوي. السمك اللي بعد كده دي اسمها سمكة بلاك ستوماس. دي موجودة في المياه الاستوائية زي الغابات الاستوائية. حلوة جدا، وشكلها برضو مختلف، وفيها كده بصوا خطوط كده، شكلها مختلف تماما عن باقي الأسماك اللي نعرفها. هو المكان كله مختلف. احنا تقريبا ما نعرفش الأسماك دي، أنواع نادرة أصلا مش موجودة في مصر، فاحنا أول مرة بنعرفها مع حضراتكم. أسماك جميلة جدا. ده كده اخر نوع سمك هتشوفوه معانا النهاردة من خلال الفيديو. بعد كده بقى هنشوف السلاحف، وهنختم مع بعض الفيديو. يا رب تكونوا استمتعتوا بالفيديو الجميل ده. بس لسه عندنا كمان السلاحف هنشوفها. بصوا مجموعة الأسماك هنا روعة جدا،
ومختلفة والوان كتير جدا مبهجة. يعني بصراحة الجولة عجبتني جدا، ولو جيتوا تزوروا المكان انتوا كمان هتستمتعوا بالاجواء اللي فيه. تعالوا بقى نشوف مع بعض السلاحف اللي موجودة، السلاحف المائية. برضو هتعجبكم قوي، وكل بقى الاطفال هنا مستمتعين بالمكان، فلو عندكم اطفال المكان برضو هيعجبهم جدا. وصلنا بقى عند السلاحف المائية زي ما حضراتكم شايفين. دي بتعيش في المية العذبة وموجودة في جنوب أمريكا. بصوا، كلنا طبعا عارفين السلاحف العادية، في ناس ممكن ما تعرفش ان في سلاحف بتكون موجودة في المية. يا رب تكونوا استمتعتوا بالأجواء، وطبعا المغامرة حلوة جدا هتعجبكم لو جربتوها. لحد كده خلص الفيديو بتاعنا النهاردة، هتوحشوني جدا جدا لحد الفيديو الجاي. شكرا ليكم ولمتابعتكم، اشوفكم في فيديو جديد. باي باي.